السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. معلش بقى الفترة اللي فاتت دي كنا مريحين شوية. بس طبعا بقى انتوا عارفين الجو ساقع بقى والواحد اصلا كسلان لوحده. فحبيت بقى اتنشط شوية النهاردة كده معاكم ونجيب لكم الأكلة الجميلة دي. الأكلة الشعبية اللي كلنا بنحبها اللي هي بتسد الجوع طبعا يعني. طبعا زي ما انتوا شايفين بقى طبق الفول الجميل ده. طبعا في طبق الفول ما يخلاش بقى من الجرجير والشطة الحامية والبصل والليمون والكمون، الحاجات الجميلة بتاعتنا دي. طبعا هي طريقة سهلة وبسيطة، وفي نفس الوقت بروتين، كلها بروتين برضو. فهنوفر بقى اليومين دول بقى اللحمة والفراخ، وخلينا بقى في الفول الفترة دي. يلا بينا بقى نشوف مقاديرنا الجميلة كده مع بعض. زي ما انتم شايفين بقى المقادير الحلوة بتاعتنا دي. طبعا زي ما انتم شايفين بقى انا معايا هنا كوبايتين فول مدشوش. الفول ده انا نقعاه بقاله حوالي كده 12 ساعة بالظبط، يعني انت لو هتعمليه الصبح تنقعيه من بالليل. ومعايا بقى زي ما انتم شايفين كده جزرتين مبشورين. معايا هنا عصير ليمونتين كبار. معايا بقى نص كوباية عدس بجبة مغسولة ومنقوعة، ونص كوباية عدس أصفر مغسولة ومنقوعة برضو. ومعايا هنا حبيتين طماطم أنا شايلة القشر بتاعهم وبشراهم على المبشرة. هبدأ بقى ايه نجهز مع بعض كده واحدة واحدة الفول بتاعنا الجميل ده اللي كله فوايد وكله بروتين. حاجات كلها جميلة، وحاجات كلها موجودة في البيت. وفي نفس الوقت مش هنشتري الفول من بره تاني. هنعمله في البيت بطريقة حلوة قوي قوي. والفول بتاعنا النهاردة طبعا المدشوش هيبقى طبعا من غير قشر، يعني الناس اللي معدتها وجعها بقى من القشر والكلام ده كله. هنعملها كده أكلة صيامي كده جميلة، من غير ما تتعب بقى معدتها ولا أي حاجة. طبعا أول حاجة بقى هنا معايا مية سخنة. أنا هنا هحط حوالي رتل إلا ربع مية سخنة، على حسب بقى طبعا الكمية اللي معاكي، ولو احتجت تاني بتزودي براحتك. معايا بقى هنا المية السخنة نزلت بيها في الحل. هبدأ بقى هنا أنزل بأول حاجة الفول بتاعنا. زي ما قلت لكم الفول بنقعه حوالي 12 ساعة. زي ما انتم شايفين بقى كده احنا نزلنا بالفول، وهننزل بقى بالعدس بجبة. العدس ده طبعا احنا غاسلينه ونقعينه. معايا هنا العدس الاصفر برضو. يعني اكله كده من الاخر، يعني ايه مفيده جدا. معايا هنا بقى الجزر، انا هاخد حوالي معلقتين كبار جزر مبشور. طبعا انتوا عارفين الجزر بقى بيدي الفول كده طعم جميل ولون حلو برضو. معايا بقى الطماطم اللي انا شايله القشر بتاعها وبشرها على المبشره. كلها بقى حاجات صحيه كده وحاجات جميله مفيده. هنقلب بقى كل الكلام ده مع بعضه. طبعا لو حابة تضيفي على الوصفة دي فصين توم مفيش مشكلة برضو زي ما انت حابة. طبعا انت بتبقي شايفة قدامك المقدار اللي معاكي، بتحسي ان هو لو عايز مية تانية بتزودي مية سخنة برضو. لما يكون بقى الخليط بتاعنا كده متغطي بالمية السخنة يبقى تمام كده قوي. هقلبه بقى كله مع بعضه. معايا بقى هنا عصير الليمونتين هنزل بيهم برضو. معايا هنا معلقة بابريكا كبيرة. معلقة البابريكا دي بتديها برضو لون حلو قوي. ومعايا نص معلقة كركم. هقلب بقى كله مع بعضه كده. معايا طبعا بقى زي ما انتم شايفين كده، يعني شوية فول كده ايه من الاخر، يعني حاجة كده جميلة جدا. وفي نفس الوقت الفول مش هياخد معاكي سوا خالص، مش زي الفول المدمس التاني اللي هو بقشره.
لا بالعكس، ده كله الحاجات بتاعتنا كلها منقوعه، فيعني حوالي نص ساعه بالظبط هيكون الفول بتاعك استوى على طول. طبعا بقى زي ما انتم شايفين كده انا قلبت كله مع بعضه. هبدأ بقى طبعا اشغل النار بتاعتي، وهاخد بقى كل المقدار اللي انتم شايفينه ده بالحلة بتاعته كده هحطه على النار. هيغلي بقى مع بعضه كده ويبدأ بقى ان هو يفور. هبدأ اهدي عليه، تو ما يفور ههدي عليه على طول. زي ما انتم شايفين بقى كده احنا هنسيب الفول بتاعنا على الهادي خالص، بحيث ان هو بقى يستوي براحته، وكل المكونات بتاعته تستوي خالص خالص، ما تبقاش فيها اي حاجة نية، كله مع بعضه هيستوي. زي ما انتم شايفين بقى اللون بتاعه بقى تحفة. خد من لون البابريكا وخد من لون الكركم، يعني بصراحة حاجة كده جميلة. ولون المية بتاعته زي ما انتم شايفينها برضو كده اللون حلو جدا. ده بقى شكل الفول بتاعي بعد ما استوى. هو بالظبط حوالي على النار كده ما اخدش غير حوالي نص ساعة، او ساعة الا ربع بكتير قوي، بقى بالشكل اللي انتم شايفينه بقى ده. طبعا الخطوة اللي بعد كده اللي انا هعملها ان انا هبدأ اهرس الفول بتاعنا ده بأي حاجة بقى عندك، سواء بالهاند بلندر او بهرسة الفول، بأي حاجة متاحة ليكي. انا هبدأ بقى طبعا ان انا اجيب الهاند بلندر وانزل بقى في الفول كده ايه، ابدأ ان انا افرم فيه، بحيث ان انا اضمن ان هو كله يكون اتفرم كويس. زي ما انتم شايفين بقى كده هوزع فيه الهاند بلندر كله في حتت كلها، بحيث ان انا ما اسيبش حاجة فيه، وفي نفس الوقت انا مش هفرمه ناعم قوي، يعني هيبقى ايه وسط كده. وطبعا احنا ضامنين ان الفول بتاعنا مفيهوش اصلا قشر، ان هو هيفضل موجود، لا الفول بتاعنا من غير قشر. والطماطم كمان احنا شايلين القشرة بتاعتها، يعني كده الفول بتاعنا مفيهوش اي حاجة تتعب معدتنا خالص. طبعا بقى هوزع الهاند بلندر كله في الاماكن كلها، بحيث ان هي تفرم كل حاجة موجودة. انا كده بقى فرمت الفول بتاعنا كويس جدا. الخطوة بقى اللي بعد كده هبدأ بقى ان انا اجيب الطبق بتاعنا، وهنزل بقى فيه بقى كده ايه بشوية فول حلوين. الفول بصراحة مش عايزة اقول لكم على الريحة بتاعته طبعا، والقوام بتاعه واللون، يعني حاجة كده من الاخر جميلة جدا. زي ما انتم شايفين كده القوام بتاعه واللون بتاعه بقى كده الكهرماني الجميل ده. يعني محدش بقى هيصدق ان انت عاملة الفول الجميل ده في البيت، حاجة كده احسن من بتاع المطاعم. معايا بقى طبعا طبق الفول بتاعي. هبدأ بقى ان انا احوج الفول كده تحويجة جميلة. هنزل بقى طبعا بمعلقة ملح صغيرة كده زي ما انتم شايفين كده. وطبعا بقى فول يعني كمون، نص معلقة كمون برضو. هحط بقى نص معلقة شطة كده، ايه الشطة دي طبعا اختياري، لو عندك اطفال صغيرين بقى فبلاش ايه نحط شطة. هنزل بقى بالطحينة. الطحينة بقى طبعا اهم حاجة في طبق الفول بتاعنا النهاردة. طبعا بقى هنزل بشوية زيت حلوين كده. احنا طبعا لو في زيت زيتون تمام يبقى حلوة قوي، ولو معلقة سمنة بلدي بقى يبقى تمام التمام كمان يعني. بس احنا النهاردة عشان عاملين الفول بتاعنا صيامي، فهنكتفي بشوية زيت كده نباتي حلوين كده. مش هنكتر برضو عشان يبقى صحي من جميع الجهات يعني عامة، يبقى كامل متكامل. نزلنا بقى باخر حاجة كده عصرة الليمونة الجميلة دي، وبقى معانا هنا احسن واحلى واطعم طبق فول هتاكلوه معانا النهارده. يا ريت بقى تتشجعي كده وتقومي تجيبي بقى شويه فول مدشوش. طبعا الفول المدشوش يعني الكميه اللي انت عايزاها، يعني لو ربع كيلو فول مدشوش ونزلت عليهم بقى بالمكونات اللي انت شفتيها دي كلها، هتنزلي مثلا بربع كوبايه عدس اصفر، بربع كوبايه عدس بجبه، واحدة طماطم. الكلام ده كله هيخلي الفول بتاعك جميل جدا وبكمية بسيطة، ومش هتحسي بتكاليفها خالص. طبعا بقى اخر حاجة كده الطبق بتاعنا البصل والجرجير والشطة الحامية.